وخصوصا الاستقبال، وبالتأكيد هذا شيء من عادتنا كمصريين، ونشكركم في نقد العمال على طبعا المساحة التي تفتح للحديث عن القضية الفلسطينية. لا أريد أن أسمي بالتحديد يمكن نقطة أحلام أنا بعرفها منذ فترة طويلة، لكن بشكل عام كمجموعة تتركوا مجال في ملف اصلا هو يصنف ملف مصري، ان تتركوا مجال للحديث عن القضيه الفلسطينيه شيء بالتاكيد له تقدير كبير جدا. موضوعكم الذي بدا منذ فتره قصيره له متابعين في فلسطين، وهذا نعتقد شيء مهم جدا نتيجه طبعا جهودكم التي تتواصل في نشر الوعي. مهم جدا ان نتحدث عن معركه وعي لدى المواطن ليس فقط المصري والمواطن العربي. عندما اتحدث عن مصر قد تكون شهادة مجروحة لعشقي لمصر، ولكن بالتأكيد نحن نثق أن مصر هي البوابة الأساسية لنا كفلسطينيين. نحن واثقون أن في النهاية لن يكون هناك كما قالها الشهيد أبو عمار لا سلام ولا حرب بدون مصر، وبالتالي نحن واثقون أن كل هذا الأمر سيكون بمصر، كان في نجاح عملية سياسية أو حتى في يوم من الأيام تحرير فلسطين من هذا الاحتلال. مصر بالنسبة لنا كما أشرت هي الحضن الدافئ لقضيتنا، وهي التي تعتبر قضية فلسطين قضية أمن قومي بكل معنى الكلمة، وتبذل جهدا كبيرا في موضوع أن يكون هناك إحقاق للحقوق الفلسطينية. أنا مرارا وتكرارا أشكركم على اهتمامكم بقضيتنا الفلسطينية، وعلى كرم أخلاقكم وطيبة قلوبكم اتجاهنا، وإن شاء الله نصلي سويا